هنالك مقولة تقول إن الكتاب الذي لا يمكن أن يقرأ مرتين لا يمكن أن يقرأ مرة واحدة. خبرينا عن كتاب قرأته أكثر من مرة، ولماذا قرأته أكثر من مرة؟ شام الأمورة، لديك دقيقة واحدة، تفضلي. كتاب تقرأه 3 مرات أنفع من 3 كتب تقرأ كل منها مرة واحدة. والكتاب هو السيرة النبوية، لأن فيها عبر وأخلاق من قيم إسلامنا المتكامل، ففيها حديث نبوي وفيها أشياء تعرفنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه العزيز من بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. أحسنت.